اكثر ما هو كيف ما قلنا حنا خصنا نكونوا نورمالمون فرحانين، رجع لنا فريق كبير، كان فريق الوداد الرياضي وهذا مزيان بالفتح وكذلك لوسيكا والرجاء الرياضي والمغرب التطواني، وهذه ولكن تخلق نقاش. هذا النقاش كما جا سير نروح له، وهذه اسئله ماشي هذه نروح بزاف الناس كيقولوا انا خص الجامعه تحسن فيه. فشنو هو الموقف الجامعه من قضيه 13 و18 وهذا النقاش هذا؟ اولا كيف قلت بانه نادي الوداد البيضاوي اللي هو ما محتاجش لمثل هذه الامور باش نحتفل والجمهور ديالو العريض بهذه المناسبه، وايضا من كل المقومات كره القدم المغربيه اللي كانت فرحانه من خلال وجه المسرف اللي فاز به الوداد البيضاوي، من خلال ايضا حتى اللوحات التي رسمت في الملعب عبر كبير من خلال النتيجه، وكذلك كان عندها واحد الصدى كبير حتى على المستوى العالمي وخارج ارض الوطن، وهذا اللي كنا كنتمناو ونبقاو فرحانين به اكثر، ما ندخلوش في بعض المتاهات 13 ولا 18. ولكن بما ان الموضوع فرض نفسه كيف قلت على ان التهنئه احنا من الان كنهنئوا الفريق على الموسم الحالي، وهذا شيء عادي. انا قلت لك كنهنئ رئيس الجامعه نيابه عن المكتب المديري بفوز فريق الوداد البيضاوي بلقب البطوله للموسم 2014 و2015 الترحيل، وايضا الزملاء الصحفيين يعرفوا ان هذا هو الخبر. لكن اذا بغينا نشوفوا باش نرجع للفريق هذا شيء اخر، لكن الخبر اللي كيكون مقتضب في مثلا في موقع من المواقع، لان هذا موقع الجامعه راه ماشي موقع اخباري، مش موقع يعني صحفي، وانما هو موقع كيعكس على بعض النظرات ديال الجهاز ديال الاتحاد المغربي لكره القدم. اما بالنسبه للموضوع 16 او 18 رجعت انا لهذا الموضوع كثير. كنعرفوا بانه المغرب كان عنده من 1916 عصبه كتسمى العصبه الحره، كما اشير من خلال مجموعه من الكتب ومن المقومات اللي رصدت لتاريخ كره القدم المغربيه انه كانت تسمى العصبه الحره من 1916 الى 1948. فإذاك كانت المغرب التطواني كان مجموعه من الفرق الرجاء، يعني مجموعه من الفرق اللي فازت بالالقاب في الدوري المغربي لكره القدم او ما يسمى انذاك بالعصبه الحره. من 48 الى 56 كما هو معروف كتسمى لا ليغ دي ماروك في الفوتبول، اي عصبه المغرب لكره القدم. هنا في القدم انه تذكر المغرب وتذكر يعني عصبه كره القدم المغربيه. هنا فين كان الاشكال على انهم اعتبروا على انه المغرب كان حاضرا واللاعبين المغاربه كانوا حاضرين في هذه الفتره بشكل كبير، بل اكثر من ذلك انه اعتبروا ان حضور كره القدم واللاعبين هو بمثابه جزء من المقاومه المغربيه تجاه الاستعمار، رغم انه الاطار الذي كان يشرف على هذه المسابقات هو اطار استعماري، اطار فرنسي ان صح التعبير. في 1956 كما هو معروف هو بدات تاسس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، بدات البطوله الوطنيه. الاساس علاش الناس بدات 13 18 الحان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. انا من رجعت الارشيف ديال البالماريس اللي كتكتب في الريسيرش بانه البالماريس واك غادي تعطيك بانه 13 مارس 2010 اداك عاد توضع هذا البالماريس، يعني 2010 الجامعه السابقه الجامعه ديال السيد الفاتح السيري هي اللي حطت هذا البالماريس من خلال اداري او كاتب عام او مسؤول اداري اللي حط هذا البالماريس استنادا على معطيات اللي اعتبرها هو اي من 1948 الى حدود الان هي اللي كتعتبر بالنسبه لبالماريس ديال الفرق. هنا هذا اللي عطى 18 وهذا اللي خدات عليه حتى الاتحاد الدولي والفيفا اللي اعتبر على ان الوداد البيضاوي فهو فاز ب 18 لقب استنادا لهذا البالماريس اللي موجود من الجامعه السابقه اي من 13 مارس 2010. نعم. فاحنا كوجود ديال الجامعه الملكيه المغربيه الحاليه لكن على ما هو سبب الناس نديروا اتصال على الجامعه السابقه الى يبغينا تغيير او بغاو الناس يغيروا واش نبداو 56 ولا 16 ولا 48. اعتقد ان المكتب المديري او الجمعيه العموميه هي اللي تقرر في هذا، ان هذا تاريخ ماشي اللعب فيه. ما يمكنليش انا نحيد التاريخ بجره قلم او بمسؤوليه الجامعه او رئيس الجامعه يلزم بجره قلم ينحي تاريخ ديال النادي ولا ديال الاوساط. هذا هو الواقع. اذا اعتقد على ان الان مطروح الموضوع والتولي حاجات نخليه الموضوع كما هو الان الى حين اجتماع مثلا. نعم. اذا حاليا الموقف الرسمي هو كما قلتي الموقف السابق اللي هو 18 لقب عند الوداد هو اللي موجود لحد الان عندنا من الجامعه السابقه كبالماريس اللي احنا وجدنا عليه. كيف وجدنا المقر ديال الجامعه في موقع وجدنا ايضا مجموعه من الارشيف اللي موجود. اذا ما يمكنناش نغيروا اي شيء الا كما هو معروف ومتعارف عليه، اما بجمع استثنائي او من خلال المكتب المديري المخول من قبل الانسان. اذا وزيدوا ذاك الرقم بعدا في ذاك التهنئه باش تحيدوا على. ما نزيد والو خويا امين. انا